السلام عليكم يا سلمى. عليكم السلام يا أم الحبايب، أهلا بك. السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله أنا مصرة أدخل معك يا سلمى. الصلاة ما على شاء الله. الرسول عليه عليه أفضل الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. يلا إن يتفضل شاء الله يتكلم شفاعة السؤال، تنولك لأنه صوتك وتنولنا يا واضح. صفا إن شاء الله إن شاء الله شفاعة الرسول تنولك وتنولنا إن شاء الله يا سلمى. اللهم عليه آمين يا أفضل رب، الصلاة اللهم آمين والسلام. جميعا. إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. أنا متابعاك يا سلمى من 3 شهور. سبحان الله، كنت في ضيقة يعلم بها رب العالمين. كنت في ضيقة ما بعدها ضيقة. والحمد لله طول عمري قاعدة أصلي، وطول عمري قاعدة أذكر أذكاري الحمد لله، وبتحصن وبحصن عيالي وفي نعمة والحمد لله. بس يعني ضيقة الحرب دي إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربنا يفرج على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وجميع ما ضاقت به الحال في آمين يا الحرب رب. دي ان شاء الله ربنا يفرج عليه من اوسع ابوابه ان شاء الله يا رب العالمين. آمين. فسبحان الله زهجانه وبقلب في تلفوني كده ظهرت لي انت، وظهر لي لايف، وكانت فيه الصلاة على الرسول. أنا بمسك السبحة ويعني وبجردها بالصيغة العادية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان الله ظهرت لي الصيغة الإبراهيمية وفضائلها، وحضرت معاك كم جستي، وسبحان الله يعني من تجارب الناس، ومن من عظمة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن من تجارب الناس، والناس إنها اتفتحت ليها زي ما بقولوا طاقات الرحمة إن شاء الله وبيبان الرحمة. فأنا مسكت فيها والحمد لله. انا مسكت فيها. انا الضايقه اللي مريت بيها عمري ما مريت بيها والحمد لله. وانفرجت علي وانفرجت علي والحمد لله والحمد لله بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ما شاء نتلاقى في الله. حوض الكريم يا سلمى ان شاء الله. آمين. وانا ما اكذب عليكي، يعني مسكتها ومسكت تاج الذكر ومسكت الدعاء وما قصرت. والحمد لله الحمد لله ان شاء الله الفرج يشملنا كلنا يا رب العالمين بفضل الصلاه على الرسول. الصلاة والسلام. وإن اللهم شاء الله آمين يا ربنا أم الحبايب. وإن شاء الله ربنا يحببنا فيه كمان وكمان إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب عندي العالمين. عندي ولدي الصغيروني يعني بقى يرددها معاي، لما يسمعني برددها بقى يرددها معاي. العاجبني فيه بقى يقول لي اللهم صل على الخيارة محمدا جانا بالبشارة. إن شاء الله ما ربنا شاء الله. يحفظه بيها ويحفظنا بيها ما كلنا شاء إن شاء الله. الله. عليه يعني الصلاة هو والسلام. سامع من خلال المديح، من خلال المسجد بيمشي مع ابوه الجمعه. يعني سامع ابوه ذاته ما شاء الله بيشغل المديح يقول لي ماما اللهم صل على الخيارة محمدا جانا بالبشارة. وإن عليه شاء الله الصلاة. ربنا يحببنا في رسول الكريم إن شاء الله يا سلمى إن شاء الله. اللهم اللهم صل آمين. على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن شاء الله صلاة تنحل بها عقدنا جميعا، وتنفرج آمين. بها كربنا جميعا، آمين يا وتنال رب. بها رغائبنا إن شاء الله يا آمين. رب العالمين. إن شاء الله أي زول يدخل الصلاة على الرسول يا سلمى يا سلمى ربنا يعدل عليه وربنا يفرج عليه من أوسع أبوابه. اللهم آمين. اللهم آمين يا إن أم شاء الله الحبايب. ربنا آمين جميعا. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجزيك عنا كل خير، ربنا يجزيك عنا كل خير على تسكيرك إن شاء الله وعلى روحك الطيبة. الله يسلمك يا آه رب. تسلمي. سبحان الله. انا التيك توك ده ما كان عندي وما بحبه، ما اكذب عليك والله والله يشهد الله التيك توك ده ما بحبه. ويوم واحد ما دخلت ويوم واحد ما عاينت لو يشهد الله انا عملت التيك توك ده عشان ادخل معاك في فضل الصلاة على الرسول. عليه الصلاة والسلام. دي من محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. يشهد الله يشهد الله انا التيك توك ده ما بحبه والله والله والحلف بالله ما خلى شيء ما بحبه. دخلته عشان فضل الصلاة على الرسول، وعشان احضر لايفاتك، وعشان اكون مشاركة منهن. إن شاء الله ربنا يجمعنا ويجمعكم في حوض الكريم إن شاء الله يا سلمى. اللهم امين جمعا يا ام الحبايب، امين يا رب. وإن شاء الله ملتقاي بك الروضة الشريفة يا رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين. أنا اللهم وكل من امين. دخل أنا وكل من دخل السفينة الإبراهيمية والصلاة على الرسول يا رب العالمين. اللهم امين يا ام الحبايب. اللهم امين يا صل رب، على ربنا سيدنا يجزيك خير. محمد صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، عليه وتنال بها السلام. الرغائب،
وحسن الخواتيم ويستسغى الغمام ونور وجهه الكريم. عليه الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد زخات المطر وعدد من حج واحتمر وعدد من صلى وشكر. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الشجر والثمر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. آمين يا رب. إن شاء الله اللهم بالصلاة على الرسول، إن شاء الله بالصلاة على الرسول، إن شاء الله إن شاء الله أي حبيب متعلق بحب الرسول صلى الله عليه وسلم تنقضي حوائجه يا رب العالمين. عليه الصلاة. اللهم آمين يا أم الحبايب، ولك بالمثل إن يا رب. شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله وربنا يفرج عليك يا سلمى وعلينا، وإن شاء الله تلاقي مقاصدك إن شاء الله وتنولي رغائبك إن شاء الله وتنولي حوائجك إن شاء الله. آمين آمين، ولك بالمثل يا أم الحبايب. إن شاء الله علمت تسلمي. الأطفال كمان الصلاة الإبراهيمية. قلت لك والله بقول عندي ولدي لما اشيل السبحه انا الحمد لله يا سلمى، الحمد لله الحمد لله والده، والحمد لله ان شاء الله ربنا يحفظ اولادي، ان شاء الله ربنا يحفظهم، وان شاء الله ربنا يقدرني عليه اني ازرع فيهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وازرع فيهم حب الاذكار وحب يعني انهم ما يمرقوا من دائره ربنا سبحانه وتعالى ورسوله الكريم نهائي ان شاء الله. والحمد اللهم لله آمين. انا آمين. يعني ما اكذب يا أم عليكي، الحبايب، الأطفال بيتعلموا بالتقليد، الطفل قلت بيتعلم لك ولدي بالتقليد، يعني بيشوف أهله ولدي بيعملوا شنو هو بردد بيعمل معاي، زيهم. ولدي بردد معاي ربنا يحفظه ان شاء الله، والله والله بردد معاي لما يسمعني اردد بردد معاي، ومرات يعني كده يقوم يفيض حاجه ويقول حاجه اقول له لا ارجع صحيحه، ارجعي صحيحه، يرجع يقولها تاني، والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. والله ربنا العظيم يزيد انا لا ويبارك. بقول لك انا لا بقول لك مسكتها الف ولا بقول لك مسكتها 10، يعني الحمد لله بشوف الناس بيقولوا انا مسكتها 10 انا مسكتها، والله الحمد لله. يعني انا لو مسكتها 100 يمكن ما اتمها، يعني يجي واحد في اولادي يلخمني اقوم اخذ السبحه اشوفه عايز شنو اجي ارجع تاني ابدا من الاول. ما شاء الله ما شاء الله يعني يا أم الحبايب. بذكرها والله بقيت بذكرها من غير عدد، يشهد الله من غير عدد. ما شاء الله والله كله خير وبركة، ما شاء الله تبارك تلقيني الله. ما يعني بغسل في العدة واقفة في الحوض بتاع العدة تلقيني بذكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. بنظف في الخدار بتاعي تلقيني أردد، بنظف في البيت تلقيني أردد، يشهد الله التلفون حقي ده يعني اتملى بالصلاة على الرسول، أي حاجة بتخص الصلاة على الرسول أنا بقيت أدخلها، عليه بقت السلام. مشاهدات فارغة ذاتها ما فيه، وبس بقيت بس التلفون حقي ده بس أي حاجة تتكلم عن الصلاة على الرسول وعن فضل الصلاة على الرسول تلقيني أنا هبشتها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحيي ذكره دائما يا رب في صدورنا إن شاء وقلوبنا. الله يا سلمى ربنا يجزيك عننا كل خير، إن شاء الله ذكرتينا، وإن شاء الله زي ما قلت لك إن شاء الله نتلاقى في الروضة الشريفة أنا وإنتي وأي إنسان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين اللهم آمين. آمين يا أم الحبايب، وأنت كمان يا رب. مشكورة ربنا يحفظك مشكورة يا يا رب. سلمى، مشكورة كثير، وإن شاء الله ما بتقطع منك، وقدر ما تكوني داخلة جستي أنا أدخل وأتكلم عن الصلاة على الرسول. إن شاء الله إن شاء الله. تشرفي والله تشرفي دائما يا أم الحبايب. يديك تسلمي يا رب. العافية يا سلمى. الله تسلمي إن يعافيك. شاء الله حبيبة، ما أطول عليك في القست وما أخرب على أخواني وأخواتي التانيات العايزات يدخلوا. يديك العافية يا سلمى. تسلمي الله والله، يقدر سعدنا يا أم الحبايب بمشاركتك، سعدنا كثير والله، ما شاء الله الله تبارك الله. يقدرنا إن شاء الله، إن شاء الله الله يقدرنا ويقدرك إن شاء الله يا سلمى. آمين اللهم آمين اللهم آمين. هذا هو تسلمي جزاك الله خير المصطفى، الجزاء. هذا إن شاء الله هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. يديك العافية يا سلمى وما أطول عليكي. تسلمي يا أم الحبايب، تسلمي بارك الله مشكورة يا فيك. حبيبة، يديك جزاك الله العافية إن خير شاء الله، الجزاء، جزاك وإن شاء الله الله خيرا، جزاك الله في خيرا. ميزاننا حسن. يوم في ضيقة والله بتذكر صفاء إن شاء الله ربنا يديها العافية، شفاء العاجل لها،
آمين يا رب العالمين. تسبي اللهم آمين. غايته من ضمن التجارب غايته، بس الحمد لله. لكن والله يعني كل ما أكون متضايقة شديد بعمل الصلاة الإبراهيمية، ولما تكوني سعيدة وقت تعمليها. بتريحني والله. بس بتذكرها في الضيق والله، والحمد لله والله بتفرج. يلا، والأجمل إنك تستمري في السعادة وفي الضيق كله. صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ربنا يقدرني إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. حاليا وردك ما عندك ورد ثابت يعني يا أم البنات؟ والله ما عندي ورد. والمانع شنو مثلا إنه الواحد يكون عنده ورد؟ عليه الصلاة والسلام. ما أنا ما بحدد كم، لكن والله لما نصبح بس الحمد لله أول حاجة بحمد رب العالمين، بلقى مشكلتين حلت بدون ما أعرف السبب بتاع الحل يعني والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد والله اللهم. والله يعني من ضمنها يعني بس أيوة، رفض من إنه أنا ضمن. أشتغل يعني عشان أنا دايرة أساعد أهلي وكده. يلا يا أم البنات، الأجمل باش من ده كله شنو؟ إنك تعملي ورد بشكل يومي. بشكل يومي الحاجة اللي تمام. أنت بتقدري عليها، الحاجة اللي أنت بتقدري عليها يوميا. قليل دائم خير من كثير إن شاء أما الله. غلط. الليلة إذا افترضنا منقطع. إنه في شخص بيمشي المدرسة يوميا، وفي إنسان بيجي في الشهر مرة، اللي بيكون متعلم أكثر ياتو أكيد اللي بيمشي يوميا. فشنو الحال المثل الأعلى. فأنت حاليا بديتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأفضل إنه يومي يكون عندك ورد، يوميا يكون عندك ورد، أفضل من إنه إن الإنسان شاء يشرب الله ربنا كوب. يقدرني أواصل. الحمد لله والله. الحوغلة دي ثابتة يعني، أنا لما أكون شغالة في البيت ومع النظافة ومع هنا طوالي بحوغل وبستغفر أيوه. وكذا لكن الصلاة الإبراهيمية أصلا بس لما أتضايق شديد كده أو عندي مشكلة شديدة بس بتذكرها وبقوم طوالي بواصل فيها، يعني بقدر الإمكان يعني ما بحدد نسبة معينة. خلاص يلا، من الليلة بلقى الأفضل مشكلتين حلت إنه والله. مثلا الإنسان يصلي على النبي عشان هو مهموم، لكن الأفضل إنه يجعلها بشكل يومي، عنده منها ورد يوميا. من الليلة واللي قدام يا أم البنات حاولي بقدر الإمكان مم. الحاجة اللي أنت إن بتقدري شاء عليها. الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا إن يعينك. شاء الله، وفي ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، كيف كيف حالك؟ عندك؟ الحال بخير؟ الحمد لله شكرا لله. الحمد لله. عايزة أدخل معاكم بصيغة الصلاة الإبراهيمية. يعني أنت جديدة؟ أي جديدة. يلا يا ندوش، في الصفحة من الخارج لما تجيبي الصفحة دي من برا بتلقي فيه رابط بتاع تليجرام أيوة. ليكي ولكل الناس اللي عايزين يدخلوا الجروب. انسخي الجروب الله. لما تخش على الصفحة من الخارج بتلقي الرابط، انسخيه. لما تنسخيه ورسليه في الواتساب، من على الواتساب الدخول للتليجرام بيبقى لك سهل. انسخ تمام. الرابط رسليه عندك في الواتساب، من على الواتساب بيبقى لك سهل. ونصيحة انك دايرة ابدي بالعدد البسيط في الصيغة الإبراهيمية بالذات. ابدي بالعدد البسيط شوية شوية مع الأيام إن شاء الله بتلقي إنه عددك البسيط ده بقى لك حاجة كبيرة. أبدي مثلا ب100، 20 بعد كل صلاة مفروضة أعمل 20 صلاة إبراهيمية. تمام. لما تستمر على الحاجة دي مثلا أسبوع أسبوعين بتلقي إنه الإضافات بقت لك سهلة وبقت لك يسيرة بحول الله جل وعلا. حاولي إن شاء اشتركي في الله. القناة واسمعي نصائح الناس اللي سبقوكي بالحاجة دي عشان تستفيدي منها خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا ندش، جزاك الله خير. جزاك الله.